من الحاجات المهمة جدًا، جدًا إنها تكون موجودة عندنا في كل بيت هو الاختراع ده، وكمان سعره مش غالي وعملي جدًا، جدًا، فتابعي الفيديو معايا من البداية للنهاية عشان تعرفي إيه هو الاختراع ده وإزاي تستخدميه وسعره عامل كام. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وصحة وسعادة وراحة بال وطمأنينة، اللهم امين يا رب العالمين. من الحاجات المهمة جدا جدا انها تكون موجودة عندنا في كل بيت هو الاختراع ده، الدواية المتنقلة. طب اجيب منين الدواية المتنقلة دي؟ هجيب الدواية المتنقلة من محل ادوات قرابي بيع اللوند والسلوك والفيش. تمام، طب سعرها عامل كام؟ سعرها عامل من 15 ل 20 على حسب المكان اللي انتي بتجيبي منه. متوفرة باللون الابيض واللون الاسمر. طب هي امنه وعمليه؟ امنه وعمليه، كمان هتحل لنا مشكله كبيره بتواجه ناس كتير مننا قوي. تابعي معايا الفيديو عشان تعرفي ازاي هنركب اللمبه جواها وازاي نحطها في الفيشه وايه هي المشكله اللي هي هتحلها لنا. لكن عايزه اقولك على حاجه قبل ما تستخدميها، ما تسيبيهاش شغاله لفتره طويله قوي في الكهرباء، لازم تفصلها وتسيبها مفصوله في قلب الكهرباء عادي. بقى الدوائر المتنقلة هتحل لنا مشكلة كبيرة جدا، زي لو انتي عندك طرقة او عندك أوضة مش موجود فيها الا دواية واحدة تحطي فيها لمبة واحدة. طبعا كلنا ما بنستغنياش على اننا نستخدم لمبة الواط بتاعها هيكون عالي، فالدوائر المتنقلة هنحطها في اي فيشة موجودة عندنا سواء في البلكونة او في أوضة او في اي طرقة فيها فيشة. تمام، هتحطي فيها اللمبة، سواء بقى تحطي وناسة سواء تحطي لمبة كبيرة او لمبة متعددة الالوان. فهي حلت لنا مشكلة ان المكان اللي موجودة عندك سواء اوضة او طرقة ان في دوايه واحده، فانت تحطي بقى الدوايه المتنقله دي في اي فيشه كهرباء باي لمبه انت عايزاها بالواط اللي انت عايزاه. تمام، فدي كده حلت لنا المشكله دي. تمام، تعالوا اقول لكم ازاي تركبوا اللمبه جواها وازاي تحطوها في الكهرباء واوريكم ازاي هي امنه وعمليه جدا. الخطوة اللي بعد كده هنجيب اللمبة اللي احنا هنستخدمها سواء وناسة او لمبة بالشكل ده يكون الواط بتاعها عالي، وهنبدأ ندخلها في قلب الدواية المتنقلة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنبدأ نلفها لحد ما تربط معانا. تمام، تتربط معانا بكل سهولة بالشكل اللي انتوا شايفينه. تمام، بالشكل ده هنبدأ بقى ناخدها ونحطها في فيشة الكهرباء. هوريكم هي بتدخل جوه فيشة الكهرباء ازاي. بعد كده هناخد الدواية باللمبة بتاعتنا ونحطها في اي فيشة قريبة مننا. تمام، بالشكل اللي انتوا هتشوفوه. تمام، وهنبدأ نفتحها زي ما انتوا شايفين، فتحناها بكل سهولة. بتتقفل معانا برضو بكل سهولة، لكن لازم تخلي بالك من كام حاجة هقولك عليهم برضو. ولكن ولازم ولابد انك تتاكدي ان الفيشه اللي انت هتحطي فيها الدوايه المتنقله تكون سليمه، ما تكونش بايظه، عشان الدوايه المتنقله ما تتحرقش وتفرقع في ايدكم بالشكل اللي انا وريته لكم في الدوايه اللي انا ماسكاها في ايدي دي. انا اول ما جبتها حبيت اجربها عند حماتي. تمام، لكن الفيشه كانت عندها بايظه ففرقعت في ايدي، الحمد لله ربنا نجاني. وكمان ما تسيبيش اللمبه بالدوايه شغاله لفتره طويله، لازم تريحيها، اقفليها وسيبيها موجوده في قلب الفيشه في الكهرباء، مفيش منها اي ضرر ابدا. اتمنى ان انا اكون فدتك، ولو بحاجه بسيطه فلايك وشير، وباي باي، مع السلامه.